أصبحت المدينة تتوفر على ممرات أرضية ساهمت بشكل كبير في تقليص المشاكل المترتبة عن الازدحام في حركة المرور وخاصة في ساعة الذروة. بالنسبة للنفق اللي تعدل دابا حاليا في هذا الشارع هذا اللي كيمثل هذا القنطرة هذه، وما بقاش ديك الزحام اللي كان شحال هذه، بالعكس الامور تخفات شويش والحمد لله. وكنتمناو ان شاء الله تزيد تعدل انفاق اخرى باش تحاول ما يبقاش ديك الزحام كيف ما كان من قبل. الهدف من داكشي كله شنو هو انه اولا ولات ان فلويديتي في لاغوت، ولات انفاق كثيره من داخل هذا الرباط، من هذه عاوتاني جديده اللي شفتها. كاين واحده اخرى عاد في طريق الانجاز. بالنسبه لهذا هذا راه مزيان، وعرقله السير راه ما بقاتش بحال اللي كانت، وهذا هو اللي كاين. ممرات أرضية 3 تم إنجازها في كل من رياض تطوان وكاستية، بالإضافة إلى أشغال ممر آخر قيد الإنجاز، مما سيعزز البنية التحتية على مستوى الطرق ويواكب تأهيل المدينة على مجموعة من الأصعدة. بالنسبة يعني قبل يعني كان زحام، يعني الطريق كانت شي وحده اللي كدي وكتجيب يعني، ولكن حاليا هاد الانفاق اللي كيديروا يعني الحمد لله كاينه واحد النتيجه اللي هي مزيانه، يعني حتى ديك السير يعني الضغط ديال السير ما بقاش. هذه الممرات التي ساعدت على الحد من الاكتظاظ وكذا تنظيم حركة السير والجولان تندرج ضمن مشروع طنجة الكبرى.